موعد مباراة الزمالك اليوم امام طلائع الجيش في الجولة 13 من الدوري المصري. بس قبل اي حاجة، لو انت مهتم باخبار نادي الزمالك اعمل اشتراك دلوقتي في القناة عشان يوصل ليك كل جديد. الزمالك دخل على مباراة الطلائع وهو تحت ضغط رهيب. الفريق بقى له 4 ماتشات من غير فوز، بدأها بتعادل مع الجونة وبعدها خسارة من الاهلي في القمة، وبعدين تعادل مع غزل المحلة وتعادل جديد مع البنك الاهلي 1-1 على استاد القاهرة. في المباراة اللي سجل فيها البنك الاهلي هدفه من ركلة جزاء عن طريق اسامة فيصل في الدقيقة 29، ورد عليه شيكو بانزا بهدف التعادل في الدقيقة 33. لكن الاداء للاسف لسه بعيد عن طموح جماهير الزمالك. الزمالك حاليا في المركز الرابع ب 19 نقطة وبيبعد 4 نقاط عن سيراميكا كليوباترا متصدر الدوري ب 23 نقطة. اما طلائع الجيش فهو في المركز 16 ب 10 نقاط وبيصارع عشان يهرب من القاع من منطقة الهبوط. الزمالك داخل اللقاء اللي جاي امام الطلائع ولازم الفوز علشان يرجع الثقة ويكسر سلسلة النتائج السلبية اللي مضايقة جماهيره. اما عن موعد المباراة فالمباراة هتكون يوم الاحد 2 نوفمبر الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب استاد القاهرة الدولي، وسوف تنقل المباراة عبر قنوات اون تايم سبورت النقل الرسمي لمباراة الدوري المصري. كده وصلنا للنهاية. لو انت مهتم باخبار نادي الزمالك اعمل اشتراك دلوقتي في القناة عشان يوصل ليك كل جديد. كان معكم حسن سعيد.